طبعا الفيديو اللي هتشوفوه حضراتكم بعد الكلمتين اللي هقولهم فيديو يعني بصراحة يحزن ويزعل. الناس دي لو فيها حد مفتري ولا فيها حد متعافي كان عمل في الشخص ده، كان عمله عبرة لأي حد. شخص مفتري، شخص ما عندوش ذمة ولا ضمير ولا دين للأسف الشديد، شخص قليل الأدب، مش محترم، أيا كان كنيته، هو موظف إيه أو شغال إيه أو أيا كان. اللي عمله مع العمال اللي ملهاش ذنب، لو أنت راجل حقيقي كنت عملت ده في المهندس، كنت عملت اللي أنت عملته ده في مهندس من المهندسين اللي واقفة اللي هي مسؤول عن الشغل، كنت عملته في المجاول اللي هو مسؤول عن الشغل. إنما تروح على العامل الغلبان البسيط وتقل أدبك وتمد ايدك عليه وتشتم وتغلط وتهين وتعدي بالعافية، هو ده سلوك مش حضاري، لأنك مش محترم. العمال دي لو هي فعلا كانت متعافية مش غلابة، لأن احنا مش بنيجي غير على الغلبان المسكين اللي بيقضي باقي عشاه نوم، للأسف احنا بنيجي عليه. لو دول مفتريين كانوا دفنوك مكانك، لأنك لا تستحق غير ان انت تندفن مكانك للأسف الشديد، لأنك مش محترم ومش من بيئة نظيفة. راجل من ظهر الراجل والله. الأستاذ عمال يتعدى على الناس اللي بتشتغل، الناس الغلابة اللي مالهاش ذنب في أي حاجة.
بيفتري عليهم وعمال بيسبلهم. عافية يعني، عدى عافية، بسم الله ما شاء الله.